على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله، وتقبل الله أعمالكم بأحسن قبول. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. كيف نوحد الله في عقيدتنا بحيث نكون في الفكر والعقيدة من الموحدين؟ التوحيد تارة يكون من ناحية الاعتقاد، وتارة يكون من ناحية العمل والمسلك. السؤال هو حول الاعتقاد، حول تكوين الرؤية العقائدية. في هذا المستوى التوحيد له مراتب، أتحدث عن الأساسية منها. المرتبة الأولى التوحيد في الذات، أن نوحد الله في ذاته، بمعنى أن الله تعالى في ذاته غير مركب. وهذا الأمر تحدثت عنه سابقا، لأنه ثبت أن الله تعالى هو غني، والغني هو غير محتاج، والمركب يحتاج إلى أجزائه، وبالتالي الله تعالى غير مركب لأنه ليس بمحتاج، لأنه غني. وهذا يعني أن الله تعالى لا يمكن أن نتصور كنهه وحقيقته. كثير من الناس بيسألوا عن تصور الله، كيف نتصور الله؟ الإنسان معود حينما يريد أن يكون الصورة في ذهنه أن يركبها، أن يكونها من المركب، أن يأتي بأجزاء ذهنية، وعلى أساس هذه الأجزاء يكون الصورة. الله تعالى ليس بمركب، هو واحد في ذاته، لا يستطيع الإنسان أن يعرف حقيقته وكنها. لذلك نلاحظ أن أمير المؤمنين عليه السلام في بعض تعاريفه للتوحيد يقول: التوحيد أن لا تتوهمه. التوحيد أن لا تتوهم، أي أن لا تتصور الله بوهمك. من هون بنلاحظ بالقرآن الكريم لما فرعون كان عم يحكي مع النبي موسى والنبي هارون عليهما السلام، سألهما عن حقيقة الله. هذا كان قد تعود في حياته على الماديات، على المركبات، فسألهما قال: فمن ربكما يا موسى؟ يعني يسأل الاثنين ويريد الجواب من موسى. كليم الله موسى عليه السلام لم يجب فرعون عن حقيقة الله وكنهه، وإنما أجابه عن أفعاله وأثاره. فقال له بحسب تعبير القرآن الكريم: قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ما جاوبوا عن حقيقة الله، عن كنه الله، أجابه ربنا، أو قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه، تحدث معه عن الخلق ثم هدى، عن الهداية. المرتبة الثانية من مراتب التوحيد التوحيد في الخالقية، بمعنى أن هذا الكون، أن هذا الوجود، أن كل هذه الكائنات قد خلقها وأبدعها الله سبحانه وتعالى. وهذا الأمر دليله واضح من تناسق الكون وارتباط الكون بعضه ببعض بشكل باهر ولافت. منلاحظ مثلا النباتات، الحيوانات، نموها مرتبط بضوء الشمس الذي يأتي من على مسافة 90 مليون ميل، وأن هذا الضوء الشمسي لو ترك وحده لما بقيت النباتات والحيوانات، فتحتاج إلى تبريد. العلم يقول بأن ضوء القمر له وظيفة من وظائفه، هو تبريد النباتات حينما يأتي ضوءه من مسافة 300 ألف كيلومتر. الحيوانات بحاجة للنباتات، النباتات بحاجة للحيوانات. مرة حكيت لكم قصة الدورة والأرز. كما في العلم ثبت
أن النحلة تحتاج إلى الوردة، وهذا واضح، ولكن أثبت أيضا بأن الوردة تحتاج إلى النحلة. هذا نوع من المزيج والتناسق على مستوى المخلوقات. طيب الحيوان بحاجة للنبات، النبات بحاجة للحيوان، كل منهما بحاجة إلى الماء. الماء بحاجة إلى الشمس حتى تبخر هذا الماء ليرتفع منه ملايين الأطنان إلى السماء لتتكون الغيوم حتى تمطر السماء لتتغذى الأرض بالنبات ثم يتغذى الحيوان بالنبات. هذا الارتباط المدهش الذي نلاحظه في عناصر الكون. الأشجار تحتاج إلى الرياح حتى تلقحها، وهكذا نجد أن التكوين قد صنع وخلق على أساس هذا التفاعل. يعني مثلا الخروف بيأكل علف، شوفوا كيف خلقه الله سبحانه وتعالى، خلقه بأسنان تهضم العلف ومعدة بأسنان تأكل العلف ومعدة تهضم العلف، بينما الحيوانات التي تتغذى على اللحم خلقها بأسنان تأكل اللحم وبمعدة تهضم اللحم. وهكذا هذا التناسق والتنظيم الباهر من الواضح أنه يدل على وحدة المنسق ووحدة المنظم ووحدة الخالق ووحدة المبدع، وهذا له أمثلة كثيرة جدا. وإلا لو لم يكن هذا النظام، هذا التنظيم، هذا التناسق، لكان هناك فساد، ما كان هناك ما نرى من هذا الإبداع في الخلق. لذلك قال الله سبحانه وتعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، ما كان استمر الوجود على هذا النظام. إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. بس هون في ملاحظة أساسية لابد من الالتفات إليها، وهي أن الخلق، لما نقول التوحيد في الخالقية، الخلق هون بمعنى الإبداع، بمعنى أن الله تعالى وحده هو الذي خلق الكون، بمعنى أخرجه من العدم إلى الوجود، هذا الإبداع. بس باللغة العربية تستعمل كلمة الخلق بمعنى التشكيل من مادة سابقة. يعني مثلا الرسام يخلق لوحة، يصنع لوحة، هاي اللوحة جاء بألوانها من الطبيعة، وجاء بالريشة من الطير، وجاء باللوحة من الخشب. يعني العناصر كانت موجودة، وجاء الرسام واستفاد من هذه العناصر وشكلها تشكيلا خاصا، يقال هذا خلاق. وخلاق صيغة مبالغة من خالق. الخلق بمعنى التشكيل من مادة سابقة ما عندنا مشكلة فيه. نحن في عقيدتنا نحن غير معقدين من الألفاظ، مش إنه إذا واحد لا تغلبط بلفظة كفر تشهد، ما معقدين نحن من الألفاظ طالما أن اللفظ معه قرينة المعنى الصحيح. مهم واحد يستعمل اللفظ مع قرينة تدل على المعنى الصحيح، وإلا ما في مشكلة. لذلك نجد أن القرآن الكريم ما كان في عقدة فيه من استعمال كلمة الخلق لغير الله سبحانه وتعالى. نقرأ في القرآن الكريم الله سبحانه وتعالى بيحكي عن النبي عيسى: وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني. شو بيقول له؟ وإذ تخلق من الطين، بش وإذ أخلق من الطين بواسطة وضع يدك على الطين. قال له وإذ تخلق، وأنت تخلق يا عيسى. فالقرآن نسب الخلق إلى عيسى. هلا كل ما هنالك حتى لا يتوهم أنه إله استعمل كلمة بإذني وكرر كلمة بإذني، وإلا كل شيء هو بإذن الله سبحانه وتعالى. ومن هو الذي يعتقد أن هناك شيئا هو بغير إذن الله سبحانه وتعالى؟ هذه العقيدة هذه الملاحظة التي ذكرتها لها أثر على المستوى الفقهي. هي مش بس عقيدة نظرية فقط. على المستوى الفقهي مثلا في بعضهم يتوهم
حرمة عدة أمور على أساس أنها خلق، لأنه معقد من كلمة الخلق. من اللطائف المضحكة المبكية، مرة كنت بالسعودية بين هلالين، شفت منشور عم بيتوزع استفتاء وإجابة. الاستفتاء للمفتي العام وقتها، أنه هل يجوز للمرأة أن تنزع عنها شعر ساقيها؟ كاتب لهم لا يجوز لأنه تبديل في خلق الله، وهذا لا يجوز لأنه تبديل في خلق الله. هذا الأمر لأنه ليه تبديل في خلق الله؟ أنه عنده المسألة عقائدية، أنه هذا خلق وانت عم تغير الخلق. يعني لاحظوا العقيدة كيف بيكون إلها أثر من الناحية الفقهية. حتى هلأ مثلا موضوع الاستنساخ، موضوع الاستنساخ على مستوى الديني وعلى المستوى المذهبي، مش بس على المستوى المذهبي. في بعضهم يقول بحرمة الاستنساخ من باب أنه خلق، أن الواحد عم يخلق، فلذلك لا يجوز لأنه خلق. لذلك نرى ثلة من علماء مدرسة أهل البيت عليهم السلام قالوا بجواز الاستنساخ طالما لا يضر ويشوه من المستنسخ، طالما ليس له تلك الآثار السلبية. ليه؟ لأن احنا ما بنؤمن بالخلق مثل ما هن بيؤمنوا بالخلق. لأنه الاستنساخ شو؟ ما الاستنساخ بدل ما أن تأتي بتركيب من الذكر والأنثى، تأتي بتركيب من نفس الذكر أو بتركيب من نفس الأنثى. يعني الاستنساخ هو تصرف في المادة الموجودة وليس إبداعا. أصلا لا يمكن للإنسان أن يبدع. حتى واحد يقول خلق، اللي بيقول خلق أصلا مستحيل الخلق بمعنى الإبداع. أما الخلق بغير الإبداع هذا أمر طبيعي طالما هو ضمن القواعد. لاحظوا العقيدة في التوحيد في الخالقية شو بيكون لها أثر على المستوى الاجتماعي. وهي العقائد اللي عم بحكي عنها بالتاريخ الإسلامي هي أحد أسباب تراجع المسلمين. أحد أسباب تراجع المسلمين أنهم كونوا عقيدة معينة كان لها أثر في الضعف في التطور العلمي، فتراجعوا في التطور العلمي تحت عنوان الحرام الحرام إلى آخره. المرتبة الثالثة من مراتب التوحيد التوحيد في الصفات. ما معنى التوحيد في الصفات؟ صفات الله على نوعين: صفات ذاتية وصفات فعلية. أما الصفات الذاتية فهي عبارة عن الصفات التي تنتزع وتؤخذ من نفس الذات بحيث لا يصح أن تسلب عن الذات الإلهية. يعني مثل الحياة. الحياة هي صفة مأخوذة من نفس الله، مش مأخوذة من فعل الله، من نفس الله، بحيث لا يمكن أن تقول الله ليس بحي. بأي حالة بأي لحاظ لا يمكن أن تقول الله ليس بحي. الصفات الذاتية لا يمكن أن تسلب عن الذات، هي تؤخذ من نفس الذات، هاي اسمها صفات ذاتية. الصفات الفعلية لا. الصفات الفعلية الله تعالى حينما يفعل نلاحظ الفعل فننتزع صفة من نسبة الله إلى الفعل. مثل الله رزق نقول عنه رازق، الله خلق نقول عنه خالق، الله أحيا نقول عنه محيي، الله أمات نقول عنه مميت. هذه يمكن أن تسلب، يصح أن تسلب عن الذات الإلهية. في واحد يقول الله لم يخلق أبا لعيسى بن مريم، بصح؟ ايه بصح. الله ما خلق أب لعيسى ابن مريم. الله لم يرزق فلانا بقصور عالية مشيدة ومال وفير. الله لم يرزق فلان بولد. فيك تقولها لأنه هذه صفات فعلية. الكلام عن التوحيد في الصفات هو يتعلق بالصفات الذاتية مش الفعلية. يعني مثل الحياة، مثل العلم، مثل القدرة. هو ما فيك تقول الله ليس بقادر، ما فيك تقول الله ليس بعالم، ما فيك تقول الله ليس بحي. السؤال هو هذا: هاي الصفات هي نفس الذات أو غير الذات؟ لتوضيح ذلك، هلا افترضنا أنا يطلق علي عالم، افترضنا يطلق علي عالم. العلم صفة زائدة علي ولا هي نفسي؟ من الواضح أنه العلم صفة زائدة علي وليست نفسي، لأنه أنا أول ما خلقت ما كنت عالم، أنا بعدين صرت عالم، بس أول ما خلقت
كانت ذاتي موجودة، كانت ذاتي ولم أكن عالما، ثم بقيت ذاتي وأصبحت عالما. فإذا العلم أضيف على الذات وليس هو نفس الذات. طيب الحياة بالنسبة إلى الله، العلم بالنسبة إلى الله هو هكذا؟ نحن الشيعة نقول لا، العالم غير الله. نقول لا، العالم هو الله، الحي هو الله، القادر هو الله، صفاته عين ذاته، هو واحد، علمه عين حياته وعين قدرته وعين ذاته. مش انه في الله و8 صفات، ما بيصيروا 9، لأن عقيدة الله والصفات غير الذات والصفات خارجة عن الذات، وهي لم يخلقها أو لم تخلقها ذات، هذا شرك. طبعا هذا المطلب له دليل التفصيلي، ولكن المقام ما بيعتقد انه يساعد عليه. هذا اسمه التوحيد في الصفات. المرتبة الرابعة من التوحيد في الصفات التوحيد في الأفعال. ما نوحد الله سبحانه وتعالى نوحده في الأفعال، وهذا حكيت عنها سابقا. نحن نؤمن أن كل الأفعال، أن كل الوجود هو لله، ما في شيء لغير الله. حتى الفعل الإنساني، ما في واحد يقول الفعل الإنساني هو للإنسان وليس لله، هذا شرك. وقد أجبت سابقا عن مسألة الإنسان مسير أو مخير، وهناك كانت خلاصة الفكرة التي تؤكد بأن الإنسان هو مخير في عين كون الفعل هو لله. الشيعة يعتقدون بعقيدة تجمع بين حرية الإنسان واختيار الإنسان وبين كون الفعل هو لله. كون الفعل هو لله مش معناته أن الإنسان ليس بحر، هو حر وفعله هو لله، وهذا تحدثت عنه بمحاضرة مستقلة. الخامس من المراتب التوحيد في الربوبية. على المستوى الاعتقادي هنا أؤكد على الربوبية التكوينية. الله تعالى هو رب. ما معنى هو رب؟ الرب يعني هو المدبر، يعني هو المدير. سابقا أيضا تحدثت أن الكائنات، أن الموجودات كما تحتاج إلى خالقها في أصل وجودها، فهي تحتاج إلى خالقها في استمرارها وبقائها. مثل شعاع الشمس بالنسبة إلى الشمس، شعاع الشمس يحتاج في أصل وجوده إلى الشمس وفي استمراره إلى الشمس. مثل صورتي وصورتك على المرآة، في أصل حدوثها تحتاج إليك وإلي، وفي بقائها تحتاج إليك وإلي. مثل الصورة التي تأتي إلى أذهاننا، في أصل حدوثها تحتاج إلينا وفي بقائها تحتاج إلينا. هذه بباب التقريب. هذا الوجود كله في استمراره وبقائه يحتاج إلى الله. مش إنه الله سبحانه وتعالى بيخلقه وبيستقل عنه وبيجي ناس تانيين أو كائنات ثانية هي التي تدير أموره. هاي المسألة قديش هلا نحن من نشعر أو نتعرف أو نعتقد بأنها واضحة. هذه الإشكالية الأساسية بين الأنبياء وبين المشركين كانت، لأن المشركين مثل المشركين الذين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وآله كانت مشكلتهم الأساسية ليست في الخالقية. الكثير منهم كانوا إذا سألتهم من هو الخالق، لئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. ما كان عندهم مشكلة من خلق، كان يقولوا الله خلق كل هذا العالم. كان عندهم مشكلة في الربوبية، كان يقولوا الله خلق بس اللي بيدير والرب والمدبر هو الأصنام، بمعنى أن الأصنام هي الأرباب المستقلة، قطعت الصلة بين الله وبينها بحيث أنها تدير شؤون الكون من دون حاجة إلى الرجوع إلى الله بشكل مستقل. هذا هو الذي حاربه القرآن الكريم، وهو الذي نكرره في الفاتحة: الحمد لله رب العالمين، هو رب كل شيء. هذا معنى الربوبية
التكوينية. أن نوحد الله يعني أن نعتقد بأن كل شيء، بأن الله تعالى هو الذي يجري الشمس والأرض حول الشمس والقمر حول الأرض والمجرات في بعضها، ويجري الدماء في عروق والماء في الأشجار والنباتات، ويجري كل شيء. هو الذي يفعل كل شيء، هو الذي يدبر كل شيء، هو الذي يقوم بكل شيء، هو الذي جعل تلك السلحفاة البحرية حينما تضعها أمها في رمل الشاطئ وتخرج من البيضة مع أنها لم ترى النور سابقا، فإنها لا تتوجه لا يمينا ولا شمالا ولا وراء، وإنما مباشرة تتوجه إلى البحر. هو الذي يدبر هذه الأمور، هو الذي دبر أمور النحل والنمل والطاووس والبقر هذا الاعتقاد هو اعتقاد مهم جدا على مستوى تحقيق الإيمان وتحقيق التوحيد. بس هون في ملاحظة لابد من الالتفات إليها، هي أن هذه الربوبية التي حاربها الإسلام هي الربوبية التكوينية المستقلة عن الله. كمان هون مثل ما قلت قبل شوي، نحن ما معقدين بأزمة الألفاظ، ما معقدين من كلمة رب. يعني إذا واحد قال هو رب العمل، هو رب الأسرة، ما معقدين. ما بالقرآن الكريم نستعمل كلمة الرب لغير الله. اذكرني عند ربك، عند معلمه، مش عند ربك يعني عند الله سبحانه وتعالى. يعني نسبة الرب إلى غير الله ما في مشكلة على المستوى اللفظي، مهم أن لا يعتقد الإنسان بأن الربوبية هي مستقلة. لذلك نحن ما عندنا مشكلة، نحن نقرأ في القرآن الكريم بأن الملائكة هي مدبرات أمره، هي تدبر الأمور. شو يعني مدبرات أمره؟ يعني جبرائيل مثلا هو مدبر لأمور الوحي، وميكائيل لأمور الرزق، وإسرافيل لأمور نفخ الصور، وعزرائيل لأمور قبض الأرواح. من التدبير أن تكون مدبرات بالله وليست مستقلة عن الله، ما في مشكلة. حتى حينما نستعمل التدبير بالمعنى المنسوب إلى الإنسان من أنبياء وأوصياء وأولياء، ما القرآن الكريم تحدث بعدة آيات. قبل شوي قرأت قضية النبي عيسى بن مريم سلام الله تعالى عليهما، أنه شو المشكلة إذا كان إنسان بالله غير مستقل عن الله وقد أعطاه الله ولاية تكوينية من خلالها يدبر بعض أمور الكون. من النبي سليمان سلام الله تعالى على نبينا وآله عليه الصلاة والسلام، ما قال لهم لمجلس وزراء اللي عنده وسألهم وطلب منهم بأنه من يأتي بعرش بلقيس، فمنلاحظ أنه الله سبحانه وتعالى تحدث عن آصف وهو وصي سليمان، قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. ما تدبير، أنا آتيك به، مش إنه الله يأتي به بواسطتي. حتى التعبير القرآن عم يقول ده وصي نبي مش إنسان عادي. آصف أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. الاعتقاد بتدبير غير مستقل عن الله هذا لا ينافي التوحيد في الربوبية. هذه جملة من المراتب التوحيدية. على المستوى الاعتقادي، حينما يريد الإنسان أن يربي نفسه وأن يسلك سلوكا اعتقاديا في رؤية التوحيد عن الله سبحانه وتعالى، يعتقد بأن الله هو واحد في ذاته غير مركب، وأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق والمبدع لكل شيء، وأن الله تعالى هو واحد في ذاته وصفاته، وأن الله سبحانه وتعالى هو الرب لكل شيء وهو فاعل كل شيء. بهذا يكون الإنسان عقيدة التوحيد على المستوى النظري. يبقى التوحيد في إطار العمل والسلوك والقلب، هو ما أتحدث عنه لاحقا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على